لو انتي عندك قطعة ديكور وعاوزة تغيري لونها بطريقة سهلة وبسيطة وبدون مجهود وبتكلفة بسيطة جدا جدا، فالفيديو ده ليكي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة وراحة بال وطمأنينة، اللهم امين يا رب العالمين. واهلا بيكم في فيديو جديد من على قناتي جددي حياتك مع اميرة تشانل. في فيديو النهاردة هغير لون الترابيزة اللي قدامكم ده للون تاني بطريقة سهلة وبسيطة وبتكلفة بسيطة جدا جدا وبدون مجهود. فلو انتي بقى عندك ترابيزة قديمة، عندك كومودينو قديم، عندك كده باب سلك وعايزة تغيري لونه، وعندك كده قطعة مطبخ زهقتي من لونها، تعالى اقولك ازاي تغيري لونها بكل سهولة وبكل بساطة ومن غير مجهود وبتكلفة بسيطة جدا جدا، خاصة لو انتي منتش عارفة تجيبي انهي نوع دهان وانهي نوع دهان يكون رخيص. فتابعي الفيديو بجد هتطلعي منه مستفاده، لان انا مختصره لك في وقت الفيديو عشان ما تزهقيش وتملي، وشرحه لك كل حاجه بالتفصيل عشان تقدري تنفذي الطريقه دي. لكن قبل ما تتابعي الفيديو عايزاكي تنزلي تحت في التعليقات وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه اول مره تشوفيني. الخطوه الاولى اللي انا عملتها فراولات، جبت قياس قديم عندي وفرشته على البلاط، وبعد كده جبت الترابيزه اللي انا هدهنها وحطيتها كده على القياس عشان الدهان اللي هيسقط مع الترابيزه يسقط على القياس. تمام. بالنسبه بقى للدهان اللي احنا هنستخدمه برايمر بما يسمى يعني عند بتوع المواد، دهان لاكيه نص لمعه 400 جرام وسعرها 50 جنيه، هتبقى اللون اللي انت عايزاه، وفرشه صغيره سعرها 10 جنيه. هنحتاج بقى للتخفيف يا اما بنزين يا اما جاز، لكن يفضل طبعا انك تستخدمي بنزين عشان بيخلي الدهان ينشف معاكي بسرعه. للاسف بقى الكبير ان ما كانش عندي بنزين فاستخدمت جاز، هو هياخد وقت شويه ما ينشف بس ده اللي كان متوفر. بعد كده جبت هنا علبة قديمة ونزلت عليها بنص علبة الدهان، وبعد كده بدأت أخفف بالجاز بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهنا بختبر الدرجة اللي أنا عاوزاها. لقيت الدرجة اللي أنا اتخفف أو قوي يبقى خفيف أو قوي اللون بتاعه باهت، فهنا جبت علبة الدهان وخدت هنا جزء من الخام على الجزء المخفف عندي في العلبة، وبدأت هنا أقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه حتى كده يتجانسوا مع بعض. تمام. بدأت هنا اختبره تاني، لقيت خلاص أنا وصلت للدرجة اللي أنا عاوزاها، فانتي تتأكدي من الدرجة اللي انت عاوزاها. تمام. بدأت هنا أدهن الترابيزة بشكل زي ما انتوا شايفينه ده. تمام. اهم حاجه وانتي بتدهني الترابيزه بتاعتك تدهني كده في اتجاه واحد، ما تروحيش يمين مع شمال مع فوق لتحت، هتلاقي اللون القديم ظاهر معاكي بطريقه فظيعه فياخد منك كميه كده دهان. تمام. دي كده خلاص دهنت الترابيزه من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه. هبدا كده ادهن الداير اليمين والشمال ومن داخل الترابيزه. وزي ما قلت لكم وانتوا بتدهنوا دهنوا دايما يا اما من تحت لفوق او من فوق لتحت، اهم حاجه ما تجيش يمين شمال فوق تحت عشان هيخلي اللون الاولاني يبقى ظاهر معاكي او قوي، وهياخد منك كميه دهان كبيره جدا جدا، وده عن تجربه عده كذا مره. كمان وانت بتدهني اي حاجه عندك لازم تكوني في مكان جيد التهويه عشان الدهان ينشف معاكي بسهوله وبسرعه كمان، وما تتأزميش من ريحه الجاز او البنزين لو انتي عندك حساسيه. اهم حاجه زي ما قلتيلك في اتجاه واحد، التهويه تكون جيده جدا جدا. انا هنا دهنت الترابيزه خلاص الطبقه الاولى، لسه محتاجه معايا بنات طبقات تانية. تمام. الترابيزه دي خدت معايا 3 طبقات عشان تبقى عارفه. انا هنا بعد خلاص ما دهنت الطبقه الاولى غطيت الكميه اللي لسه متوفره من الدهان عشان ما تنشفش مني في الهواء ده. تمام. ببدا اشيل بعد كده الكيس عشان ادهن الطبقه التانية. انا هنا دهنت الطبقه التانية، للاسف انا ما صورتش الطبقه الثالثه، لكن هي زي ما قلت لكم خدت مني 3 طبقات عشان اوصل للدرجه اللي انتوا هتشوفوها قدامكم الوقت حاليا. الدرجه حلوه قوي مقنعه بنسبه 97%، 3% بس اللي ما اتغطتش الترابيزه، يعني 3% اللي ما اتغطتش منها. تمام. بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو شكلها بقى حلو. التكلفه كانت بسيطه جدا جدا جدا، غيرنا الحاجه اللي عندنا بتكلفه بسيطه. اهم حاجه بقى كمان لو انت عاوزه تحافظي على الفرشه، هاتي بقى بنزين او جاز وحطها فيها كده عشان تستخدمها كده.